صباح الخير، يا رب الجميع يكون بخير. رجاء من الناس اللي بتحلم أحلام أو بتفسر أحلام كاجتهاد منها. هو الأحلام تفسيرها رزق، مش هنختلف في ده، بس من فضلكم امسكوا لسانكم في التفسير لو سمحتم. أرجوكم أرجوكم أرجوكم، بلاش أبقى حلمت حلم أو حد حلم وجاي بيحكوهولي أو أنا بحكي لحد وافسر واقول على حاجه وحشه في الحلم. من فضلكم امسكوا لسانكم. يعني يا ريت نتبع وصيه الرسول عليه الصلاه والسلام ان اللي يشوف رؤيه لو قلقان منها ما يقولهاش اصلا، تمام، ويخفيها. ولكن احنا يعني انا يمكن بطلب من الناس اللي بيشوفوا رؤيه وحشه ان هم يقولوا رؤيه بالذات لو او الحلم لو هم حلموه اكتر من مره، ان في الاغلب بتكون رساله نفسيه او رساله ربانيه، بيكون آن الاوان ان هي تتفسر. ولكن اتفاجئ بحد بيكلمني، واحده بتكلمني حكت لي حلم، خلاص انا يعني ربنا رزقني بالتفسير وفسرت لها الحلم على جزئين. قلت لها في جزء كذا كذا كذا، والجزء التاني حبيبتي احنا مش هنتكلم فيه، احنا هنطلع صدق عنه وهندعي ربنا بتغيير الحال والكلام ده. حضرتك يعني هو حاجه وحشه؟ قلت لها حبيبتي مش هنتكلم في حاجه خلاص. معظم المعبرين اللي فاهمين في الاحلام بنقفل بقنا وما بنحكيش لسبب واحد يا جماعه، ربنا ما خلقش الدعاء هباء، ربنا خلق الدعاء لتغيير القدر. اذا انا حتى اذا حلمت حلم ومعنى الحلم ده ان في موت او في ضرر هيقع في بيتي، باذن الله وبحول الله وقوته اللي رزقني بالحلم ورزقني بيه قبل اوانه كتحذير، اكيد رزقني بيه لهدف، والهدف ده هو ان انا ادعي، اتقرب، اغير من نفسي. يعني هو رزق وفيه خير، فاحنا بناخد الخير اللي فيه ونوظفه. لكن اتفاجئ بيها بعد ما فسرت لها الحلم بالمنظر ده تقول لي ان لا ده انا تيتا فسرته لي، قالت لي انا حلمت الحلم وتفسير الحلم ان انت ابوكي هيموت عشان حلمت الحلم في بيتكم. لله الامر من قبل ومن بعد. انا فهمت ده من الرؤيه، ولكن يعني باذن الله وبحول الله وبقوته ولله الحمد عن تجارب كتير على مدار سنين كتير، بفضل الله اتغيرت طاقه الحلم من السيء للكويس بدون الدخول في تفاصيل. يبقى ما نتكلمش، نقفل بقنا. ليه يا حاجه، ولا ليه يا اي حد؟ هو احنا هناخد جايزه لما يعني نضايق الناس او نقول كلام وحش او مقبض؟ هننبسط بده؟ هننبسط لما نقول ده الحلم ده وحش او الحلم ده انت هيحصل لك ويحصل لك؟ في بعض الناس فعلا بيكون جاي لهم تحذير مباشر، لازم يتحذروا، ولكن باللين يتحذروا على ذنب معين، يتحذروا على شيء معين. وبعدين خلينا متفقين، ربنا مش هيبعت لحد رؤية او حلم او هيبعت له رسالة واضحة او هيبعت له تحذير الا لو كان ربنا عايزه، شايف فيه خير، شايف فيه امل، شايف فيه امان. لكن ربنا ما بيبعتش رسائل وما بيلفتش نظر عباده او خلقه اللي هو مش عايزهم اصلا، بيسيبهم عامين وماشيين في طريقهم، ما بيحصل لهمش حاجة، ما بيحصلش معهم اي مشاكل في الاغلب، بيسيب الدنيا كده. الابتلاءات هي نوع من انواع رضا ربنا ولفت النظر والانتباه ان احنا ماشيين غلط، بنعمل غلط، بيتعجل بحسابنا بحاجه. فيا ريت نفهم صح، يا ريت ما نفتيش ونتكلم كتير، نقفل بقنا ارحم وما نتكلمش ونسيب يا اما اهل العلم يتكلموا يا اما نقفل عن الموضوع تماما وندعي ربنا. اضعف الايمان هو الدعاء لأي حاجة أخاف منها، لأن وحده الله هو القادر على تغيير القدر. دمتم بخير.